ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نسمة مع وصفات سهله وبسيطه. ومتنسوش بقى تعملوا لايك ومتابعة القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا شير للفيديو. هعمل لكم بقى شويه رز بلبن تحفه زي بتاع المحلات بالظبط. بصوا كريمي وجميل ازاي. يلا بقى نقول المقادير. معانا كيلو لبن بلدي، معانا كيلو لبن اللي هو معلب، كوبايه ونص رز، ومعانا جوز الهند لو انتي حابه يعني تحطيها، ومعانا علبه قشطه، معانا الفانيليا، ومعانا كريم شانتيه. هنغسل بقى الرز ومش هنقعه، وهحطه في الحله مع كوبايتين ميه واسيبهم يغلوا مع بعض واحط معاهم كمان الجوز الهندي يستوي وبيطلع الزيوت اللي فيه وبيدي ريح حلو قوي في البدايه كده وانتي بتعمليه. هبدا بقى اخلي الرز يغلي مع بعضه كده. ولعت على اول كيلو لبن. الرز بقى هسيبه يغلي ويستوي تماما لحد ما يشرب كل الميه دي، هيبقى مستوي خالص كده. بص بقى استوى. هبدا بقى اضيف، انا كده معليه عليه، هبدا بقى اضيف اللبن وهو سخن عشان يعمل معاكي بسرعه. لو انتي مستعجله ولا حاجه خلي اللبن يغلي. بصي تبداي تحطي، هيبدا يغلي على طول. كل ما يبدا يتشربه حطي لبن، يعني كل ما يتشرب اللبن القديم حطي لبن تاني. ابداي حطيه واحده واحده. هو هنحط بقى دلوقتي علبه القشطه. بصي بقى بيبكبك ازاي. كل ما يبدا يتشرب زي ما قلت لكم هتحطوا شويه كمان. وانا كمان مش معليه عليه على الاخر عشان واقفه جنبه. لو انتي بقى مثلا مشغوله ولا حاجه وطي وخلي بردك اللبن يبقى سخن، هينجز معاكي خالص في الوقت وهتعمليه ما شاء الله بسرعه. بص بقى عامل ازاي، وعامل بقى وشه وشكله تحفه كده. بقى انا حطيت على الكيلو اللبن التاني يغلي بردك، وهو عشان خاطر يبقى ده سخن وده سخن فبيعملوه بسرعه مع بعض. كده بقى حطينا خلاص اخر كميه لبن. متنسوش بقى تحطوا اللايك. هحط بقى دلوقتي السكر على كمية اللبن والرز ده. انا حطيت كوباية وربع سكر، والسكر على حسب احتياجك انتي. يعني شوفي مثلا انتي حطي كوباية وقلبي ودوقي، شوفي انتي حباه يبقى مسكر يبقى دلع. هبدأ بقى احط الكريم شانتيه، احط شوية مية، او لو انتي عندك شوية لبن حطيهم، ده حوالي نص كوباية ودوبي بس فيهم الكريم شانتيه. واخر حاجة هنحط هو الكريم شانتيه عشان مينفعش يغلي كتير. غلوتين بس، غلوتين بعد ما نحط كريم شانتيه. وبعد كده هبدأ بقى احط الفانيليا. خلاص بقى كده انا خلاص هطفي. بص بقى الحله نضيفه ازاي عشان كنت واقفه جنبه وبقلبه على طول. بص بقى ما شاء الله شكله عامل ازاي. عمل ال2 كيلو لبن عملوا الكميه دي. بص كريمي وتحفه. كل اللي هيدوق عندك مش هيصدق اصلا انتي عملتيه، كانك انتي جايباه من بره. لو انتي بقى حابه تحطي له بقى رشه قرفه بتدي طعم حلو قوي، مكسرات، زبيب، جوز الهند. احنا خلاص حطينا بقى جوز الهند من البدايه، هتستوي فيها تحفه جدا.